في يوم من الأيام كان في واحد صحابي اسمه سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله كان عليه دين لواحد يهودي، وكان عاطيله ميعاد إنه هيرجع له الدين بتاعه لما يلم محصول النخل. فلما جه محصول النخل لقى سيدنا جابر إن المحصول قليل جدا جدا جدا، وما يكفيش يسدد الدين اللي عليه، ففضل قاعد مهموم وحزين. فشافه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وسأله: ما لك يا جابر؟ فسيدنا جابر حكى له المشكلة. فسيدنا أبو بكر قال له: أنت قلت للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكيت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسيدنا جابر قال له: لا. فسيدنا أبو بكر قال له: روح واشتكي له، وإن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام هيلاقي لك حل. وفي رواية تانية إن سيدنا جابر بنفسه هو اللي راح كلم الصحابة عشان يتكلموا له مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يلاقوا حل لمشكلة سيدنا جابر. وبالفعل راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا جابر بنفسه، وكلم اليهودي وقال له: أنظر جابر حتى الحصاد القادم، يعني اديله مهلة لحد موسم الحصاد اللي جاي. فاليهودي قال له: لا يا أبا القاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مرة تانية: أنظر جابر حتى الحصاد القادم. فاليهودي قال له: لا يا أبا القاسم. فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة وقال له: أنظر جابر حتى الحصاد القادم وأنا الضامن، يعني أنا هضمنه لك إنه هيرجع لك الفلوس في الحصاد اللي جاي. فاليهودي قال له: لا يا أبا القاسم. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا جابر: تعالى معي يا جابر. واخد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جابر وراحوا على المزرعة بتاعت سيدنا جابر. فأول لما وصلوا المزرعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا جابر: أرني عريشك. والعريش ده هو المكان اللي بيبقى مضلل كده وبيرتاح فيه صاحب المزرعة وهو بيشتغل. فشاور سيدنا جابر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام على العريش بتاعه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وقعد يدعي لسيدنا جابر. وبعد ما خلص دعاء قال لسيدنا جابر: يا جابر، جز وقضي، يعني لم المحصول وجد دينك. ومشي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فاستغرب سيدنا جابر اللي هو: أنا هلم المحصول وهو مش هيقضي. ولكنه قال في نفسه: والله لأطيعن رسول الله، أنا هسمع كلام سيدنا النبي. وبالفعل طلع سيدنا جابر وقعد يلم في المحصول، يلم في المحصول، يلم في المحصول. وبعد ما خلص لقى المحصول كتير جدا 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 جدا، أكتر ما هو كان متوقع، لدرجة إنه لم المحصول وسد الدين وأكل ولاده وجاب شوية تمر كمان هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. وراح بعدها سيدنا جابر للنبي عليه الصلاة والسلام فرحان وبيبكي، وقال له: يا رسول الله، فاض التمر فقضيت ديني وأطعمت أولادي وتصدقت. وجاب كمان شوية تمر هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. فرد عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أشهد أني رسول الله. ودي كانت المرة الوحيدة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها على نفسه: أشهد أني رسول الله. بس كده. انت كمان لما يبقى عندك مشكلة، روح وفضفض للنبي عليه الصلاة والسلام. قول لي: هفضفض للنبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ هقول لك: بسيطة. لما يبقى عندك مشكلة امسك سبحتك واقعد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اقعد صلي واستحضر كده انك بتفضفض وبتشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. وخلي عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله وببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هيحل لك مشكلتك ويحل لك أزمتك ويقضي دينك لو عندك. بس كده.